هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ طب النهاردة عايزة اتكلم مصري شوية، وعايزة اقولكوا 5 اسباب ليه المفروض يتعلم لغة جديدة او لغة تانية. عشان انا بحب اتعلم لغات كتيرة وبحب اللغات جدا جدا جدا، ولو ممكن يتكلم اكتر من لغة، بس دي حاجة اسمها سوبر باور. اوكي، في رأيي محتاج يتعلم لغة تانية عشان اللغة دي فرصة ليكوا لو انتوا عايزين يعني مثلا يسافروا او يشتغلوا في بلد تانية، يدرسوا في بلد تانية. عامة محتاجين يتكلمكوا لغة تانية، ودي حاجة مهمة قوي. مثلا انا درست في مصر، الاكسبيرينس احسن بكتير لو ممكن نتكلم عربي، عشان يعني الناس في مصر هما بيتكلموا مصري وعربي يعني. فأظن أنا عشان كنت بتكلم مصري يعني مش لبلب، مش 100%، بس عشان أنا عرفت شوية حاجات بالمصري، أظن أن my experience في مصر كان حلو أكتر لو ما عرفتش ولا حاجة بالمصري. اوكي، فرأيي دي حاجة كويسة قوي لو انتوا عايزين يسافروا وعايشين في بلد تانية. الاكسبيرينس احسن بكتير، وساعات انتوا محتاجين يتعلموا اللغة من هناك. السبب التاني، لما بيتعلم لغة جديدة دي حاجة كويسة قوي for your brain. يعني معرفش يعني ايه brain بالمصري وبالعربي، بس دي حاجة كويسة قوي عشان محتاجين يفكروا باللغة التانية. your brain يعني هو محتاج يشتغل مختلف من قبل كده، عشان يعني grammar structure، العبارات، الكلمات هما مختلفين بين لغتين. مثلا لما بدأت أتعلم اللهجة المصرية كانت حاجة صعبة قوي ليا عشان هي اللهجة المصرية هي مختلفة جدا من الإنجليزي. مش الحروف بس، مش اللكنة، البرونسيشن، الهاء، العين، غين، كل حاجة دي، لا أكتر من كده. عشان لو عايزة أقول جملة بالمصري تقريبا كل حاجة فيها في حاجات مختلفين بين انجليزي. مثلا لو عايزة هقولك بالمصري دي كلمة بس بالانجليزي دي 4 كلمات، ربع كلمات. لا like I will tell you 4. اوكي، او مثلا كمان بتعلم كوري دلوقتي، كمان لو عايزة اقول انا عايزة الكتاب، اوكي، بس بالكوري انا مفروض اقول انا الكتاب عايزة. فدي حاجة مختلفة كمان. اوكي، فدي حاجة كويسة قوي your brain، عشان دي حاجة زي رياض brain. اوكي، عشان محتاج يغير بين لغتين ومحتاج يفكروا مختلف وكل حاجة كده. 3 سبب، انتوا ممكن يتعلموا حاجات جديدة وحاجات كتيرة عن ثقافة مختلفة، عشان الثقافة واللغة هما قريبين قوي. يعني مثلا بالمصري في حاجات كتيرة في اللهجة دي، وهما من الثقافة في مصر مثلا. ونفس الحاجة مع الإنجليزي، أو يعني بالكوري، بالإسباني، أي لغة، الثقافة واللغة قريبين جدا. يعني معرفش لو الحاجة دي مثلا كويسة قوي، بس بالمصري وبالعربي انتي يا عاسل، يا قمر، يا حبيبي، يا حياتي، كذا كذا، دي حاجة عادية جدا في مصر وفي اللغة العربية وفي اللهجات العربية. اوكي، بس بالانجليزي لا، يعني مش قوي like عندنا نفس الحاجة، بس عامة انتوا لو انا معرفش، لو انا شايف حد في الشارع مش عايزة اقول my love my love، تعالى، لا دي مش عادي في امريكا مثلا، دي مش عادي بالانجليزي. عامة يمكن في certain circumstances، بس لو الحد ده غريب stranger، لا انا مش، دي حاجة مش عايزة اقولها. بس بالعربي انا فاهمة ان like مثلا الرجالة هما بيقولوا حبيبي، بس هما مش عرفون نفسهم، هم مش عارفين نفسهم، بس لسه هم ممكن يقولوا حبيبي
حاجة زي كده. فدي حاجة عادية أكتر من بالإنجليزي، ويمكن دي حاجة مع الثقافة، يعني ما أعرفش أصلا. I don't know if this is actually a good example. وكمان 4 سبب يعني زي نفس السبب زي دلوقتي، بس كمان انتوا ممكن يتفرجوا على ميديا باللغة تانية، ودي حاجة كويسة قوي. مثلا بحب اتفرج على حاجات بالكوري، فعشان ممكن نتفرج عليهم like في ترجمة بالانجليزي، فانا مش ممكن اتكلم كوري كويس جدا، انا beginner. ممكن اتعلم حاجات جديدة عن الثقافة، عن الناس، عن الميديا ستايل، وممكن أكون أكتر open minded عشان ممكن يشوفوا أن أوكي يمكن الثقافة مختلفة، فيمكن عشان كده هما عندهم أفكار مختلفين شوية مني، فأنا ممكن أفهم كده أكتر يمكن. like you don't need to know a language for that, but it helps يعني. 5 سبب it's just cool. دي حاجة تحفة قوي. it's a challenge. it is great. it is لذيذة قوي. اوكي يا دي 5 سباب ليه محتاجين يتعلمكوا لغة جديدة، مش الانجليزي بس. يعني يا جماعة انا فاهمة ان الانجليزي مهم قوي، بس كمان يعني في لغات كتير في العالم وكلهم كويسين قوي. بالتالي في التاليات تحت ممكن يكتبكوني ممكن تكتبون I just realized I was saying the wrong thing the whole time. ممكن تكتبوني في التعليقات تحت انهي لغات انتوا تتعلموا دلوقتي، او اللغات اللي انتوا عايزين تتعلموا. فشكرا قوي عشان انتوا تتفرجوا على الفيديو ده. thank you for dealing with me. شكرا قوي. مع السلامة.